مدينة قريعة مدينة التميز، مدينة الاجتهاد، مدينة العرفان، مدينة الخير ومدينة العطاء. لكم ثقات اجتهاد وعرفان وامتياز ما شاء الله عليكم. الله الوطن الملك. إذا هنيئا لكل أطر وزارة. اليوم بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، نحتفل بأبناء المتميزين على صعيد القليعة المتفوقين في جميع المجالات، المجال الدراسي والرياضي وكذلك المهندسين والدكاترة ديالنا المتفوقين. التفوق هذا اللي على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني وكذلك الدولي، كاين ناس تفوقوا على المستوى العالمي وكينتموا لهذه المدينه هذه. هذا الحفل هذا من شأنه انه يحفز الوليدات ويحفز هاد الناس هادو المتوجين في المسار المهني وفي المسار الدراسي ديالهم، وكذلك ليعطى واحد الصوره جميله على المدينه اللي كتشجع الناس انهم يولجوا لها، انهم يستثمروا فيها، وكيشجعنا حنا كذلك ويحفزنا باش نزيدوا نشتغلوا اكثر. الوعد 16/120 في شعبة سيونس لا جيستيون كونطابل الاولى في القليعه. اولا كنبغي نشكر رئيس جامعه القليعه والاعضاء الجامعه كاملين اللي داروا لنا هذا الحفل هذا واللي داروا هذا التكريم هذا. ثانيا كنبغي نشكر المؤسسه تاعنا مؤسسه الفتح، الاداره، داكشي كامل الاساتذه تا هما. كنبغي نشكر والدي تاعي اللي عطاوني واحد الدعم سواء مادي ولا معنوي باش نوصل لهاد النقطه هذه. الاساتذه تاعي داروا معنا واحد الجهد كبير الرغم من دوك الاضرابات اللي كانوا في الاول العام، الا انهم قدروا انهم يريكوبيريو داك النقص. المهم شرحوا داكشي كامل مزيان. كنبغي نشكر رئيس الجامعه كما قلت دار هكا الحفل هذا والتكريم هذا. انا كنت باغا ندير لي سكاو صراحه ما جبتش السيتها، عندي شويه ناقصه. دابا درت لي كلاس، كنت كلاس برينسيبال ودفعت لهم. دابا انا مش دفعت، سجلت فيهم زعما. غندير لي كلاس ابخي غندير لي سكاو من بعد. في خضم احتفالات الشعب المغربي ما شاء الله عليك عيد العرش المجيد، واحتفاء بأبنائنا وبناتنا المتميزات والفائزين بالإقليم عامة وبجامعة القليعة خاصة. تشرفوا بحضور هذا البهيج المتميز الذي دأبت جامعة القليعة على تنظيمه كل سنة احتفاء بأبنائها وبنائها المتميزين والذين حققوا حقيقة نتائج متميزة جدا هذه السنة الدراسية والتي تعكس التوجه العام الذي يعني نسير نحوه إن شاء الله، وهو يعني أهداف استراتيجية لخارطة الطريق. أهداف استراتيجية 3 منها تعزيز تعلمات الأساس، حفز التميز كما ترون، ومنها أيضا يعني إكساب المتعلمات والمتعلمين القيم الوطنية، القيم الكونية، القيم الدينية وقيم الوطن خلال مشاركاتهم في الأنشطة الجماعية. أشكركم جميعا، وأنا أشكر السيد الرئيس بالنسبة للعمال العرضيين، هما راه كيخدموا في ديال الأزمة ديال النظافة، وراه إلا كاينين المهندسين ديال الموظفين وداك الشيء، راه كاين المهندسين ديال النظافه حتى هما راه كيخدموا كيديروا المجهود كبير بزاف باش نردوا هذه القليعه تكون نقيه مزيان. وكنشكروا السيد الرئيس على المجهودات ديالو حتى هو والنواب ديالو حتى هما كاملين، راه كلشي خدام على احسن ما يرام. واشكر الناس جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. اليوم كنبغي نشكر جميع القليعه على هذه المجهودات اللي كدير باش تشجعنا اننا نبدلوا الخطوات ديالنا ونجيو اليوم لهذا المكان المهندسين ديال هذا الحفل ديال التميز اللي اختاروا هاد الناس.
شكرا لكم. ونكبروا بعائلاتنا، وكنبغي نشكر حتى المؤسسه ديالي بالاطر ديالها والاساتذه ديالها بسبب السند ديالهم والتشجيع ديالهم لينا والمجهودات اللي كيديروا. شكرا.